السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى الوصفات المصرية. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل عصير الموز بالفراولة. هو كوكتيل جميل جدا. بعمل عصير الموز بالفراولة. هنبتدي إن شاء الله. طبعا احنا غاسلين الفراولة ومقطعينها. يلا مع بعض نعمل العصير. عصير جميل جدا هيعجبكم إن شاء الله. هنحتاج هنا معانا فراولة مقطعة بالشكل ده وعليها سكر، وهنا فراولة سليمة كده من غير ما دي اللي هنحطها في مع العصير، هي والموز هنقطعه مع بعض. هنبتدي نقطعه حلقات، هنقطع حلقات كده مع بعض. عصير جميل جدا بالشكل ده كده. زي ما قلت لكم ان الفيديو اللي فات ان الفراولة كترت ورخصت، فعايزين نستغلها طبعا في اكلات حلوة او مشروبات حلوة. انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده ان احنا غطينا الفراولة بالشوكولاتة وكان جميل جدا. ان شاء الله اسيب لكم رابط الفيديو في التعليقات او في صندوق الوصف. فراولة بالشوكولاتة. طبعا الكمية اللي انتي طبعا عايزاها تعمليها حسب عدد الاشخاص. تضيفي له بقى السكر دي طبعا التحليه اللي انت عايزاها كتيره او قليله زي ما تحبي. نحط شويه ميه صغيرين خالص ونحطهم في الخلاط. نعملهم في الخلاط. عصرنا كده الفراوله معانا وحطينا لها السكر. هنا بقى احنا قطعنا الموز كده بالشكل ده حلقات بالطريقه دي. نبتدي برضو نقطع معانا الفراوله. عصير سهل التحضير، جالك ضيف بتعمليه على طول، ما بياخدش معاكي يعني على طول ثواني ولا دقايق اهو بالشكل ده كده. هبتدي اضيف الموز. فراولة. لو عندك طبعا اي نوع تاني من الفاكهة، تفاح، بيبقى كوكتيل ظريف جدا جميل، يحبوا الاطفال قوي بالشكل ده. نبتدي نجيب بقى الفراولة اللي احنا عصرناها. بالشكل ده كده هتكون الفراولة بتاعتنا جهزت. العصير بتاعنا بقى جاهز، او كوكتيل الموز والفراولة. ممكن تضيفي له كيوي، تفاح، بيبقى جميل جدا، الاطفال بيحبوه. وتقدمي لي ضيوفك يعني ممكن تعمليه على طول في دقيقتين 3 بيكون جاهز معاكي. ان شاء الله تعجبك الوصفة بتاعتنا. بشكركم جدا للمتابعة. وانتظروني في وصفة جديدة من وصفات سلمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.